كيفاش تريفز وفي نفس الوقت تربح وقتك وتضمن إنك فاهم كل التفاصيل؟ صدقني مش تلقى تأطير ومرافقة أحسن من اللي قدمته لك منصة One for One Learning. تكتب بياناتك، تختار الماتيريال اللي تحب تريفزها، تختار الشابيتر اللي تحب تريفزه، وتختار المود لايت اللي هو مود المراجعة. وبما أنك تراجع هاك علاش أول حاجة تكون بها هي الميزة نيفو باش المنصة تعرف مستواك في الشابيتر اللي تحب تراجعه وتعرف كيفاش تتماشى معاه. ما تترددش إذا كانت ما تعرفش الإجابة إنك تعمل جو ني سي با. أول ما تكمل الميزة نيفو تلقى الكور الكل محلول وكذلك التلخيص محلول بطريقة واضحة ومعاه دي فيديو يشرح القواعد اللي قاعد تقرأ فيها. ما تنساش بحذاك أستاذك المفضل ماي بروف تسأله على أي حاجة ما فهمتهاش وتهنى، مش باش يخيبك خاطر باش يجاوبك بالطريقة اللي تفهمها أنت وتتماشى مع طريقة فهمك. مع هذا تلقى فضاء جو كونستروي اللي تلقى فيه ديكسيام باش ترسخ بهم القواعد ويحسنوا مستواك في الشابيتر اللي قاعد تراجع فيه. عندك الحق تجاوبهم مرتين إذا غلطت وتلقى في المحاولة الثانية أستيوس فكرك بالبارتي اللي في الكور اللي لازمك تتمكن منها باش تجاوب على سو جونغ دي كيستيون بصحيح. بعد ما رسخت وبنيت المهارات في فضاء جو فيريفي يقدم لك ليست دي زيكسيرسيس على ذمتك مرتبين ترتيب تفاضلي تخدمهم بطريقة اختيارية. قبل ما تبدأ تنجم تشوف كل اكزرسيس على أنا بارتي في الشابيتر قاعد يخدم، تختار الاكزرسيس اللي تحب تخدم عليه وتقرا لي نونسي الكل، ومع كل سؤال باش تلقى ديزاستيوس يفسروا لك لا ميثودولوجي اي لا بون ديمارش اللي تخليك تجاوب على السؤال بالصحيح. وبما انك تراجع ما تنساش اللي تنجم تشوف السوليوشن على كل سؤال قاعد تقرا فيه، وبيان سور عندك ماي بروف بحدك تسألو على الكاستيون والسو كاستيون اللي تحب تجاوب عليهم، نجم تبعث له خدمتك ويعطيك ملاحظات دقيقة على إجابتك وحتى على الريداكسيون تاعك. في فضاء جو مو تيست تلقى دي زيكزيرسيس مرتبين كذلك ترتيب تفاضلي ولكن تخدمهم بصفة اوتونوم، لا تلقى ماي بروف لا تلقى ديزاستيوس، انما تشارك خدمتك وبعد ما تكمل التمرين كامل تلقى الاصلاح، تلقى الملاحظات اللي تقدمهم لك المنصة على الاجابات نتاعك. جو كونستروي اي جو فيريفي جو مو تيست يهتموا بدي شابيتر معينين انت اخترتهم باش تحب تراجعهم، اما جو ريفيز يهتم بالماتيير كامله. هذاك علاش تلقى اون ليست دي دوفوار دي كونترول اي دو سينتيز تختار لي بروف اللي تحب تخدم عليه، وبيان سور باش تلقى فيه دي زيكسيرسيس تخدمهم كيما خدم جو مو تيست يعني بطريقه اوتونوم، وتشوف في اخر الاكزرسيس لا سوليوشن والملاحظات اللي عطتها لك المنصه على اجاباتك وعلى الريداكسيون تاعك. وهكا شفنا مع بعضنا في منصة وان فور وان ليرنينج كيفاش انت اللي تتحكم تختار الشابيتر اللي تحب تريفزو، تلقى الكور والريزومي وكذلك تلقى لي كيسيام يرسخوا القواعد ولي زيكزرسيس باش تثبت بهم المهارات والقواعد اللي تعلمتها.